بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ كنتي اول مره تزوريني، يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه، تدوسي على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر تحت الفيديو، واذا كنتي مشتركه يا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الزبادي. شايفين اهي توها طالعه من الفرن، شايفين؟ جميله وهشه وطريه جدا. شايفين الارتفاع بتاعها ولونها فاتح، ومكوناتها بسيطة هتعجبكم وسهلة وبسيطة جدا ونتيجتها مضمونة. ان شاء الله يا رب كلكم تجربوها وتعجبكم خالص. وهنشوف المكونات بتاعة كيكة الزبادي بسيطة خالص، ويا ريت تلتزمي بالمقادير دي عشان النتيجة تكون مظبوطة. اهي مقادير كيكة الزبادي بسيطة وسهلة. هنا معانا علبتين زبادي. هنا العلبتين لو صغيرين نستخدم الصغيرة، لو أكبر شوية نستخدم الكبيرة واحدة بس. واتنين كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر ونص كوباية زيت ومكعبين زبدة ورشة ملح وأربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة. وهنا قشر برتقان أو بشر برتقان، كوبايتين دقيق وكوباية سكر. هنا هنحط السكر في البولة وعليهم الأربع بيضات. أربعة هنا، ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تكون النتيجة حلوة إن شاء الله. بحط البيض وبعد كده بحط الفانيليا اهو، وبعد كده بحط كيسين الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة ممكن. واضربهم كويس، لو عندك مضرب او بالهاند بلندر التنين شغالين حلو يعني. واضربه كويس، وكل ما بتزودي ضرب البيض والسكر مع بعض كل ما النتيجة بتكون جميلة ومضمونة. انا ضربت البيض مع السكر والفانيليا حوالي 5 دقايق. بقى كده لون البيض بعد ما ضربناه هو السكر. هحط نص كوباية الزيت ومكعبين الزبدة ورشة الملح. وبعد كده هنحط بشر البرتقال. لا، هنحط علبتين الزبدة، معلش، علبتين الزبادي. علبتين الزبادي كده. بنحط المكونات السايلة كلها، وبعد كده الليلة في الآخر خالص الدقيق والبيكنج باودر. هنا بحط قشر البرتقال أو ممكن البشر بتاع البرتقال. هنا بضربه كله بالهاند بلندر. قشر البرتقال بيتضرب كويس وبيبقى حبيبات صغيرة، وبيدي طعم جميل جدا للكيكة وريحة حلوة. بعد كده هنبتدي نضيف الكوبايتين دقيق او الخليط. بعد ما ضربناه كله احط كوبايتين الدقيق وكيس البيكنج باودر. اهو كوبايتين وكيس البيكنج باودر. سهلة وبسيطة وسريعة جدا، في اي وقت ممكن تعمليها. ممكن تعمليها الصبح عشان يفطروا بيها الولاد، او ممكن في اي وقت، ما بتاخدش وقت خالص معانا. هنقلب الدقيق كويس كله في اتجاه واحد عشان الهواء اللي دخلناه اثناء ضرب البيض لما ضربنا البيض بالهاند بلندر. هنقلب الدقيق كويس، ولازم تخلطي المخلوط ده كويس خالص عشان ما يكونش في دقيق في النص. بعد كده بكون محضرة الصينية الحجم ده، وبدهنها بالزيت او الزبدة وبرش الدقيق. واذا كان عندك ورق زبدة ممكن تفرشي الصينية دي بورق الزبدة. ده شكل الكيكة بعد ما جهزناها. شفتوا القوام بتاعها؟ بجد بسيطة وسهلة وما بتاخدش وقت خالص معانا. بعد كده بحطها في الفرن على درجة حرارة 180 بس في الرف الوسط. وطبعا كل واحدة على حسب الفرن بتاعها. قبل ما احطها في الفرن انا بخبط الصينية كده عشان اطلع اي هواء منها.
والفرن مش هحدد الوقت اللي هتاخده في الفرن، لان كل فرن على حسب نظامها. اذا كان فرن فيها مروحة مش بتطول في الكيكة في الفرن. بس اهم حاجة نخليها في الرف الوسطاني او الشبكة اللي في النص. وده شكل الكيكة بعد ما طلعت من الفرن، شايفين ارتفاعها ولونها جميل خالص، وارتفاعها وطعمها تحفة بجد. وقشر البرتقال مديها طعم وريحة جميلة جدا، حكاية بجد. وفي وهشاشة فظيعة بجد، طرية جدا. دي أول ما طلعتها من الفرن على طول. بعد كده هبتدي أقطع الكيكة، شايفين، عشان نشوف اللون من جوه ونشوف الارتفاع بتاعها. أهم حاجة الكيكة تكون فاتحة، ما تكونش لونها غامق. بجد جربوها بالطريقة دي هتعجبكم خالص. شايفين ارتفاعها ولونها حاجة بسم الله ما شاء الله. وبجد طعمها جميل جدا. اهم حاجة تحطي بشر برتقال، او تحطي ممكن ريحة البرتقال في الكيكة، بتدي طعم وريحة حلوة خالص. شايفين اهو، شايفين الارتفاع واللون، حاجة بسم الله ما شاء الله. وطبعا الكيكة دايما الأولاد بيحبوها، وبتكون ممكن تتاكل في أي وقت، في الصبح، في العصرية. يا رب الوصفة دي تعجبكم. وإذا عجبتكم الوصفة متنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. وإلى اللقاء في وصفة تانية، في رعاية الله.